قطر زانيتي، القطر الشبح، القطر اللي اختفى من حوالي 100 سنة داخل نفق محفور داخل الجبال طوله 1000 متر. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل. القصة بدايتها من شركة زانيتي الإيطالية لما قررت تعمل رحلة مجانية تسويقية للقطر الجديد، وكان معمول للأثرياء بس، وكان القطر بيمتلك كل وسائل الراحة الممكنة، وكان مكون من عربة الجر و3 عربيات للركاب مهيئة بكل وسائل الراحة والفخامة. وكانت الرحلة سنة 1911، وكانت بادئة من عاصمة إيطاليا روما للوصول إلى ميلان. وكان من ضمن المخطط إن هم هيمروا على نفق طوله 1000 متر محفور داخل الجبل، كان بين إيميليا ولمبرديا. ولكن الرحلة ما وصلتش للهدف المطلوب، وكان على القطر 100 راكب من الأثرياء و6 أفراد من طاقم القطر. وكان الركاب مستمتعين جدا بالرحلة بسبب المناظر الطبيعية والمشاهد الجميلة اللي كانوا شايفينها، لحد ما وصلوا للنفق. وحصل المفاجأة، بمجرد دخول القطر النفق ما خرجش تاني، وكان المسؤولين فاكرين ان القطر اتعطل جوه النفق، ولكن بعد البحث مفيش اي اثر للقطر، وكأنه ما كانش موجود اصلا. وللعلم النفق كانوا مستخدمينه قبل كده في كذا قطر، يعني النفق ما فيهوش اي مشكلة وكان شغال طبيعي. ولكن المفاجأة دي ما حصلتش الا مع قطر زانيتي. الابحاث استمرت فترة طويلة جدا ولكن بدون نتيجة، ولا حتى وجود اي حطام تحسبا يعني انه انفجر. وكل اللي ظهر من القطر 2 رجالة، وكانوا قاعدين على السكة الحديد في ذهول، وكانوا من ركاب القطر. كل اللي قدر المحققين يعرفوه منهم ان بمجرد دخول القطر النفق ابتدوا يسمعوا اصوات همهمة ودخان كتير جدا، حاجة بالرؤية، وكان الضباب بيتحول لمادة بيضة لزجة اول ما القطر لمسها. وفي الوقت ده نط ال2 رجالة من القطر، وكانوا في اخر عربية في القطر قبل ما يختفي القطر بالكامل. وبعد كده فاق ال2 رجالة دول وكانوا في حالة ذهول من اللي حصل. فالمسؤولين اغلقوا النفق نهائيا عشان الحادثة دي ما تتكررش تاني او اي حد يحاول يبحث في الموضوع. ولكن في الحرب العالمية التانية تم قصف النفق ده وتدميره بالكامل. ولكن ظهر مفاجأة تانية خالص، والكلام ده لما عثر احد اقارب الركاب على شهادة من العصور الوسطى بتشير الى دير موديانا. بتقول الشهادة ان في عربية حديدية شيطانية بتخرج من دخان اسود، وكان وراها 3 عربيات تانيين، وكان داخل العربيات دي خدام لابسين ملابس سودة نزلوا من القطر وكانوا بيخبطوا على باب الدير، ولكن القفل كان قوي جدا منعهم من الدخول. ولكن الكلام ده ما كانش كامل، لانه باقي الكلام اتدمر سنة 1908، وده اللي بقي منه بس. والكلام ده معناه ان ممكن يكون القطر رجع بالزمن للعصور الوسطى. والموضوع ما وقفش لحد كده، لانهم عثروا على مذكرة لطبيب اسمه جوزيه ساسينكو بيقول ان هو عالج 104 شخص في مستشفى الامراض العقلية في المكسيك، وكان واحد فيهم معاه علبة سجاير مكتوب عليها صنعت عام 1907، وكان ده سنة 1811، يعني قبل 100 سنة. وكانوا كلهم بيقولوا انهم وصلوا في قطر انطلق من روما. بعض الركاب تأقلم مع الواقع وعاشوا هناك، وظهر قصص كتير عن ظهور واختفاء القطر. وكده القصة خلصت. لو عجبتك القصة ادعمني بالاشتراك واللايك. شكرا لكم على المتابعة.